يا جماعة السوق في أبهى حالاته اليوم 1/6/2024. خليني أعطيكم بعض الأرقام اللي حصلت من بداية السنة لليوم ولين شهر مايو بالتحديد. سجلت المبيعات العقارية في دبي زيادة بنحو 25.3% في أول 5 شهور بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأظهرت البيانات في إدارة الأراضي والأملاك أنه مبيعات من يناير إلى مايو تعتبر الأفضل 5 شهور في تاريخ سوق العقارات كمبيعات، واللي يشكل نحو 46% من قيمة المبيعات المسجلة كاملة في العام 2023، واللي وصلت ل 401 مليار آنذاك. وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي أول 5 شهور بحدود ال 282 مليار درهم، عبر بحدود ال 83,600 صفقة تقريبا، متجاوزة القيمة المسجلة في الفترة نفسها في 23 عند ال 212 مليار ونص درهم وبنحو 32.8%. وتوزعت التصرفات من بداية العام 2024 على المبيعات كانت ال 186.8 مليار درهم، نتجت من بحدود ال 66 ألف صفقة تقريبا، و78.6 مليار درهم الرهون، واللي وزعت بحدود ال 13 ألف صفقة تقريبا، وبحدود ال 17 مليار درهم هبات نتجت من تقريبا 3250 هبة. ولو جينا على المناطق، خلال أول 5 شهور احتلت الخليج التجاري الصدارة من حيث قيمة المبايعات بحدود ال 10.7 مليار درهم، نتجت من حدود ال 4570 صفقة. بعدين قرية جميرة الدائرية الGVC بحدود ال 7250 صفقة تقريبا بقيمة 8.1 مليار درهم. والمنطقة الثالثة كانت نخلة جميرة عبر 712 صفقة وبقيمة قدرت بال 7.7 مليار درهم. هذه كانت أبرز 3 مناطق. وقفزت مبيعات السوق العقارية 35% خلال مايو 2024. احنا بنتكلم على مايو الآن بالتحديد، بزيادة قدرها 35% عن مايو السابق. وفي شهر مايو فقط كانت المبيعات تقدر بال 45.8 مليار درهم ومن حدود تقريبا ال 17,530 صفقة تقريبا، واللي يعتبر، ركز معايا، أعلى قيمة مبيعات لشهر مايو على الإطلاق. مو بس كذا، يعتبر أعلى شهر مبيعات في تاريخ السوق العقاري في دبي على الإطلاق، لأنه في السوق العقاري في دبي كان أعلى شهر كان بقيمة 33.9 مليار من تقريبا 11,800 صفقة في شهر نفسه من العام الماضي مايو نتكلم. وبذلك حطم مايو المنصرم من الرقم القياسي السابق لشهر واحد زي ما ذكرت سابقا، واللي كان في نوفمبر الماضي بقيمة 42 مليار درهم. انتم متخيلين؟ احنا عندنا مايو أول 5 شهور تعتبر الأعلى في التاريخ، شهر مايو نفسه الأعلى في تاريخ مايو نفسه، وشهر مايو نفسه يعتبر أعلى شهر في تاريخ سوق دبي العقاري بحدود 45.8 مليار درهم. ومو بس كذا، أعلى شهر كان في نوفمبر الماضي نهاية العام الماضي 23، واللي كان بحدود 42 مليار. السوق لحد الآن في أوجه حالاته من ناحية النشاط. باختصار، إذا عندك وحدات حابب تشوف كم قيمتها تواصل معايا خلينا نشوف لك إياها. وإذا كنت حابب تشوف لا زال هناك فرص في السوق، بعض المشاريع وبعض الأماكن فيها لا زال فرص، ومن الواضح أن السوق لا زال مستمر في الصعود بدليل قوة الإيجار المطلوب الآن رهيبة جدا، الأسعار الإيجارات عالية جدا. كل إنسان يشوفني الآن وماخذ بالإيجار أنا متأكد لو طلع من مكانه اليوم حيدفع نسبة أعلى بكثير من اللي بيدفعها اليوم، وإذا كنت مالك وعندك مستأجر اليوم حيدفع نسبة أعلى من اللي بيدفعها المستأجر الحالي اليوم. فلا زال السوق قوي والطلب حقيقي بشكل كبير جدا. فإذا حابب تكون جزء من دبي أو حابب تقيم عقارك أو تبغى تكون في الوساطة العقارية في برو بوينت، احنا فاتحين المجال للناس اللي شغوفة واللي مؤهل هذا الشيء. حابين نكون إن شاء الله لنا دور إيجابي في السوق، سواء على مستوى المستثمرين أو على مستوى اللاعبين في السوق. هذه البيانات حبيت أشارككم هي لأنها صراحة بيانات تاريخية بامتياز، وأتمنى أنكم تشاركوها لأي إنسان مهتم في القطاع العقاري في دبي. ولا تنسونا من لايك والشير، ونراكم على خير. السلام عليكم.